مع المفاجأة الجندفلي خلص. بصوا شكله، بصوا هيقع. بصوا شكله، يا خرابي على الريحة، يا خرابي. استنى اوريكم شكله من قريب. قال ايه؟ جالي خبر ان اسكندرية خلاص بتغرق. قلت يا نهار ابيض، ده انا لسه ملحقتش نفسي ولسه ما شبعتش منها ومن حاجتها. بجد يا جدعان، اللي يعرف الحوار ده، هي الشواطئ مقفولة ليه في اسكندرية؟ ومالها اسكندرية وليه الاسكندرية وصلت لغاية كده؟ المهم يعني قلت الحق نفسي بقى وابعت مؤمن اخويا، راح صد رد كده اسكندرية، جاب لي البتاع ده. بتاع ده ايه بقى؟ الجندفلي. تمام، نفسي فيه ومش لاقياه هنا اصلا، مش لاقيه في القاهرة خالص. واللي يعرف مكانه فين في القاهرة يعرفني. بصوا ما اقولكوش على ريحته، اصلا ريحة البحر، يا خرابي يا خرابي يا خرابي على جماله. المهم بقى ايه، تعالوا نعمله مع بعض كده ونشوف هنعمله ازاي يلا بينا. تمام، يعني كفايه ان انا تعبت مؤمن اخويا ورحت خليته يجيبهولي، وراح المشوار ده صد رد علشان يجيبهولي من اسكندريه. فما تنسوش قبل ما نبدا الفيديو تشتركوا في القناه لو انتوا مش مشتركين، وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. وما تنسوش اللايك اللي بيدعمني، ويا ريت تقولوا لي في الكومنتات هي اسكندريه مالها وايه اللي بيجرى لها وايه اللي بيحصل لها. ولو بتشوفوني من على الفيسبوك ما تنسوش المتابعه. ويلا بينا. بصوا احنا فضيناه خلاص اهو في الطبق، فيلا بقى نبدا غسيل فيه. تمام، طبعا هو لازم يتنقع شويه عشان بيبقى فيه رمله جوه، فلازم كل ده تخرج يعني. بصوا يا جدعان، نغسله كويس قوي كده وندعكه بايدينا كده. يا جدعان، انا نفسي ادعك ناس كتيره قوي كده في حياتي والله العظيم، علشان يخرجوا السواد اللي في قلوبهم زي ما بنخرج السواد اللي في قلوب الجندفلي. ندلق الميه بس الاول ايه، نشيله في المصفى. بصوا الميه عامله ازاي، عكرت ازاي. بصوا الميه، بصوا الرمله، بصوا الرمله نازله منه قد ايه. يا نهار ابيض، ده لازم يتغسل يا جدعان كويس جدا جدا جدا. يلا نرجعه تاني. بص عامل ازاي. تعالوا نصفيه برضو. برضو منزل رملة، برضو منزل رملة. بصوا بصوا الرملة، بصوا يا نهار ابيض. طب بقول لكم ايه بقى، احنا ننقعه في الميه ونسيبه شويه علشان نصفيه ايه من الرمله دي خالص خالص خالص. يلا اهو. احنا بقى نسيبه شويه وارجع لكم تاني بعد ما اخلص غسيله. وبعد 10 محاولات طبعا من غسيل الجندفلي، جبنا صينيه حطينا فيها شويه زيت وبصلايه مبشوره، هنديها ايه تشويحه كده.
يا جدعان الجندفل ده لازم يتغسل كويس جدا عشان كمية الرمل اللي نزلها، يعني ما ينفعش بجد، يعني لازم فعلا يتغسل كويس جدا. كده انا هديها تشويحة كده بسيطة، يعني مش هحمرها. بصوا بدأت ايه من الجناب كده اهي تاخد لون، انا مش عايزاها تاخد لون. تمام، هنزل عليها بقى ايه معلقه ثوم. تمام، انتوا عارفين طبعا اساس اي مأكولات بحريه الثوم. هنزل مع الثوم والبصل. بصوا لو في حد بيعمله غير الطريقه بتاعتي يا ريت يبعتها لي علشان ايه اجرب. بصوا انا زودت هنا شويه زيت شويه عشان حسيته ناشف قوي. انا برضو مش عايزه ان انا احمرهم. تمام، يعني هي كفايه التشويحه ديت عليه، وبعد كده هنزل عليه بطماطميتين مبشورين، هما 2 بالعدد. يا رب يا جدعان الطريقه دي تعجبكم. لو انتوا وصلتوا لغايه هنا من الفيديو، لو اول مره تشوفوني ما تنسوش تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد، وما تنسوش تعليقاتكم الجميله اللي بتدعمني، وعشان الفيديو اللي نازل جاي دمار، يعني دمار. وما تنسوش اللايك بتاعكم عشان ترفعوا الفيديو، عشان تخلوا حد غيركم يستفيد بالطريقه لو محدش بيعرف يعمل الطريقه دي. ولو بتعملوه بطرق تانية عرفوني في الكومنتات، وعرفولي ايه اللي بيحصل في اسكندرية، انا لازم اعرف. تمام، بصوا كده خلاص الطماطم بتاعتنا خدت برضو لون. فكده بقى الخطوة اللي بعد كده هنزل ايه بالجندفلي اللي قعدنا نغسل فيه 10,000 مرة. ونديله تقليبة كده. يعني عايزه اقول لكم والله انا اول مره اجرب الاكله دي معاكم، يعني حبيت اشاركها معاكم علشان ايه اللي ما بيعرفش يعمل كده زي اتعلم، يعني كلنا اسباب لبعض. تمام كده هنديله بقى ايه يعني نص كوبايه ميه، يعني ايه نص كوبايه عشان نديله حاجه يستوي فيها، مع ان هو هينزل ميه اصلا، يعني هو بينزل ميه. هنا بقى ننزل ايه بشويه كمون، شويه فلفل اسود، شويه كزبره ناشفه. بصوا انا مش عايزه احط له ملح علشان خاطر هو كان بينزل رمله، فطبيعي هو اكيد هيكون مالح، فانا مش عايزه احط له ملح دلوقتي غير لما ادوقه. تمام، يعني هندوقه هنحط له ملح مع بعضينا ان شاء الله. تعالوا نشوفه مع بعض. الله 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 الله. بصوا بدأ يفتح ازاي، بصوا بصوا هو مش عايز ملح خالص خالص يعني بس ايه احنا نعمل ايه بقى، نديله سنة ليمون.
نعصر عليه كده ليمونه. عارفين الجندفلي ده بيحب الليمون. ونسيبه بقى لما ايه يفتح كده كله. مع المفاجأة الجندفلي خلص. بصوا شكله، بصوا هيقع. بصوا شكله، يا خرابي على الريحة، يا خرابي. استنوا اوريكم شكله من قريب. حلاوة، بصوا القمر، بصوا الطعمة ماشي. يا خرابي على الجمال. عملت بقى ايه، كان عندي سمكتين في الفريزر طلعتهم عملتهم جنبه مع الرز الصيادية القمر ده، تمام، والطحينة. اديله ايد دي. تعالوا بقى ندوق الطعم مع بعض ونشوف ايه الاخبار. جهزنا الطحينة بتاعتنا ويلا ندوق. اللي اول مرة ندوقه ده. بس احنا ايه، افتحوا كده، شايفين التتبيلة واصلة لغاية جوه ازاي؟ تمام. الله، فظيع. يا نهار ابيض، وحياة ربنا جامد. تعالوا بقى ايه ندوق حته كده. وناخد شويه من الخلطه اللي معموله مع شويه رز ندوق. تعالي بقى. لا بجد تسلم ايدي، والله العظيم بجد تسلم ايدي. فظيع يا جدعان، لدرجه ان انا نسيت اسمي بسم الله. يعني انا نسيت والله العظيم، يعني سامحني يا رب. فاحنا مش هنيأس. سخنه قوي سخنه قوي. هنفتح واحده تالته. انا كده ايه شكلي هخلصهم معاكم. وناخد حته ايه من الطحينه الجميله دي وندوق بالطحينه. ما طلعش ليه؟ جربوه والله ما تندموا، جربوه. اسيبكم واروح اكل بقى علشان انا اتشوقت. اشوفكم في فيديو جديد. باي باي.